تعالوا نعمل مع بعض الكيكه القمر دي. الكيكه دي طالعه ترند، وخصوصا ان احنا في الشتاء بقى، والشتاء يعني برتقال، والصوص ده صوص برتقال. فتعالوا يلا نعملها مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نحط لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي فولو للبيج. تعالوا كده نقطعها مع بعض. بسم الله. اعمليها. خطير. شايفين يعني الاربع صوابع مش جايبين، يعني عشان هو الطبق ليه حافه، فهو يعتبر لسه فيه صباع. 5 صوابع، 5 صوابع بجد. قمر قمر قمر، يعني انا عايزه ادوق. تعالوا اما نعمل بقى كيكه البرتقال الشتويه القمر بتاعتنا، بس بطريقه جديده بقى، طريقه جديده، طريقه ترند دي عارفينها. تعالوا يلا نشوف هنعمل بيها ايه. هناخد البرتقانيه كده اقسمي بالنص على طول، وتعالي في العصاره بتاعتنا هنعصر حبه برتقان حلوين. البرتقان دلوقتي فيه ميه، ده عصير 3 برتقانات، ده عصير 3 برتقانات. نعصر كمان 2 علشان عايزين يبقى كتير. دول 6 برتقانات عملناهم عصرناهم. هنا 2 كوباية وهنا 4. تمام. احنا ممكن نكب كده شويه كمان، اللي هو ايه يعني، علشان ان هو ده احنا عاوزين نعمل بيه الصوص اللي في الخلاط بتاعنا بقى. هناخد 2 كوباية سكر. التانية 3 بيضات. اتنين 2 باكت فانيليا. نص كوبايه زيت. الكوبايه دي صغيره فهي انا معايره بيها ان هي ايه. هنحط على الخليط كوبايه العصير. شايفين الخليط بتاعنا خليط ناعم جدا جدا جدا، مفيش فيه اي تكتلات. هننزل بذره ملح كده. ننزل باول كوبايه دي معانا. تاني كوبايه معانا. حطينا كيس كيك شيف كله، وهنقلب كويس علشان بصوا الخليط عامل ازاي. خليط ناعم جدا جدا، يعني عايزين بس نقلب شويه كده علشان ما يكونش في اي تكتلات. دي معلقه كبيره، معلقه كبيره اهي من الدقيق، بس معلقه كبيره يعني المقادير كوبايتين دقيق ومعلقه. ده على حسب نوع الدقيق اللي عندك، ممكن ما تحتاجيش المعلقه. هو كده تمام. معانا عصير 4 برتقالات عصرناهم مع بعض كده. تمام. 4 معالق من السكر. 1 2 3 4 4 معالق من السكر. هناخد 2 معلقة من النشا. تمام. 1.5 معلقة، وهنقلبهم كويس كده. هنحطهم بقى على النار لحد بقى ما يتقلوا معانا. تمام. وارجع ادي الكيكه بعد ما طلعت معانا. تعالوا بقى في نفس القالب اللي احنا عملنا فيه الكيك نغسله طبعا وندهنه بالزيت، وهننزل بطبقه الجليز اللي احنا عملناها مع بعض. تمام. وهننزل بالكيكه بتاعتنا كده، نوسطنها في القالب ونضغط عليها كويس علشان ان الخليط يطلع لحد فوق، علشان تعمل طبقه حلوه كده. وده تاني يوم بعد ما سيبناها ليله كامله في التلاجة. سيبناها يعني المفروض ان هي تبات ليله كامله في التلاجة عشان تطلع متماسكه وبالشكل الحلو اللي انتم شايفينه ده. تعالوا بقى نزينها مع بعض باي حاجه عندك بقى، سواء فارماسي، سبرينكلز، اي حاجه. دول كانوا عندي فزوقت بيهم كده بصراحه، خلوا شكلها حلو جدا وشكلها رقيق كمان يعني. هنزوق كده زواق عشوائي يعني.
وادي بعد ما زوقناها شايفين شكلها قمر قوي. تعالوا كده نقطعها وكمان مع بعض. هتشوفوا ارتفاعها دلوقتي. انتوا ده شكلها بجد، ده شكلها الحقيقي. اللون الاصفر اصفر قوي كده. تعالوا بقى نقطعها واوريكم سمكها عامل ازاي. بجد كانت خطيره. وعذرا يا جماعه ان انا صوتي مش باين لان انا فعلا انا تعبانه. استنى بس، استنى. تعالوا كده ندوقها مع بعض. شايفين عامله ازاي؟ وانا عايزه كده كمان. عاوزاكم تجربوها لان بجد حلوه قوي 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 قوي، ومززه كده، وفيها فيتامين سي حلوه قوي 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 بجد. جربوها بجد هتعجبكم. تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي فولو للفيديو. يلا باي باي.